تم القبض على واحدة من نيويورك عمرها 70 سنة. اللي انتم شايفينها هذه كانت منتحلة صفة طبيبة أسنان أو دنتست. هذه كيف صارت القصة معها؟ كانت بتعمل للناس تعالجهم، وجايبة سرير في المطبخ، سرير تبع الأسنان هذا، وجايبة عدة وكماشات وكل الأدوات تبعات الدكتور الأسنان، وكانت تعالج الناس في المطبخ في الدار في الابارتمنت تبعتها. المهم اجى يوم من الايام اجت عليها وحده بدها تخلع سنها او طاحونتها. قالت لها بدي اخلع طاحونتي وبتوجعني، لانها ايش؟ انتم عارفين ارخص بتكون، بحكي لكم بعدين حكايه الانشورنس في البلاد هذه يعني غاليه، فالناس بتسترخص وبتروح على هيك ناس. المهم بدل ما تخلع سن خلعت 5. صارت تلطم، صارت كاتل فيها انت من وين متعلمه؟ انت من وين جايبه شهادتك اللي خلعتي 5 اسنان مش واحده؟ اللي قلت لها انا معي دبلومه من السلفادور. متخيلين؟ ناس مجانين، معها دبلومه من السلفادور، عمرها 70 سنه، وجاي تخلع في اسنان الناس وتستغل حاجه الناس. هذه عيب، يعني من العيوب الموجوده في امريكا. التامين حتى لو معك تامين ما بيكافر دكتور الاسنان كله، لازم تدفع جزء. وهان دكتور الاسنان يعني بيكلف ملايين. ناس بتسافر على تركيا وعلى مصر بتدفع تذاكر وبتعيش، بتدفع اوتيلات وبتدفع اجار الدكتور في مصر او في تركيا ارخص مما تروح على دكتور تخلع هانا سن او تعمل مثلا زراعه سن واحد. فالله يكون بعون الناس اللي كانت تروح عليها لانهم كانوا مضطرين، والله يسامحها هذه، وان شاء الله ربي يحكموها. قالوا بدهم يحكموها 4 سنين، والله قليل عليها 4 سنين، المفروض 400 سنه. الله يعلم ايش عملت في ناس، كانت كمان الناس خايفه تروح تبلغ ولا شيء. قولوا لنا ايش رايكم.